بربع كيلو لحمه مفرومه. ربع كيلو بقى عظمه دلوقتي، هنعمل بيه حاجه عظيمه برضو جدا. ربع كيلو لحمه مفرومه ده انا ممكن اعمل بيه حوالي كيلو من الرز معاه. وهنعمل ايه؟ كوارع غمراوي هايله جدا وسهله وبسيطه، بيحط عليه كيلو رز بحاله. الكيلو الرز ده مش هنفرمه، هتجيب الكيلو الرز وهتجيب ربع كيلو اللحمه، وهتجيب شويه بصلايه على شويه خضره بساط جدا مع شويه دقيق عشان برضه يمسك لنا الموضوع ده كله، ونعجن ده كله مع بعض كويس قوي. وبعد كده طبعا ملحك بقى، توابل، فلفل، كل الكلام اللي انت بتحبيه دوت. بس هي المهم الاساس بتاعنا ان هو كيلو رز مغسول على ربع كيلو من اللحمه، بصلايه، لو عايز حط شويه خضره حطي شويه خضره وحطي معاها عشان ضمانا. يعني هم مش بيحطوا دقيق بس انا بحطه عشان اضمن ان هي تمسك بعضها، حوالي كوبايه من الدقيق. ونعجن ده كله مع بعض كويس جدا ونقرنصها. وبعد كده بنجيب حله ونبدا نرص القرص دي فوق بعضها، ما تخافيش مش هيحصل لها اي حاجه. وبعد كده ازودها بالميه، بحط لها ميه حوالي مثلا لو انا الكيلو ده بحط له 4 كوبايات من الميه وبسيبه يستوي على كده، ولا هيلزق ولا اي حاجه. استعملتيها بعد كده طلعتيها وحمرتيها ماشي، طلعتيها وسكلتيها زي ما كده مسلوقه برضو حلوه جدا. بس كده.